اهلا وسهلا فيكم حبايبنا من وين ما كنتوا عم تتابعوني. اليوم وصفتنا اللي هي كرات اللحم السويدية. طبعا كرات اللحم السويدية انا رح اشتغلها على طريقتي، وهي الاكلة فيها عنصر رئيسي اللي هو صوص الدمجلاس. ونحن حكينا بالحلقات الماضية انه صوص الدمجلاس كيف نحن نشتق منه اكلات، ومن ضمنهم هي الاكلة. فتابعوني لحتى لكم طريقة كيف. المكونات عندنا البطاطا، اللحمة، الزبدة، الخبز الصمون او التوست، البقدونس للتزويق، عندي بصل، خردل او ماستر، صويا صوص، حليب، والتوابل اللي انا بدي استعملها. البطاطا مرافق لهي الاكله، واللحمه هي العنصر الاساسي. بدايه بدنا طنجره فيها معبينا مي مشان سلق البطاطا. طبعا نحن سلق البطاطا حكيناه في فيديوهات الماضيه كيف تكون. حبينا هلا كمان اعطيكم فكره عنها. شعلنا الغاز هلا هيك بنقوي عليه، بنحط الملح مثل ما حكينا لسرعه الاستواء معلقتين صغار، بنتركها تغلي، بنغطي عليها وقت تغلي شوي بنكشف الغطا شوي هيك. بس هلا بغطي عليها تمام. هلا هون انا بدي تبل اللحمه تبعي. رح نجيب واعه، حط، انا مستعمل هون كيلو لحمه. هلا في هدول عندي الخبز اللي نحن حكينا عليه. هلا عندي انا هون كاسة حليب حطيتها مع الخبز، بدعكهم هيك حتى يتشرب الحليب الخبز هيك، يصيروا مثل العجينة. بعجنهم هيك مثل العجينة هي هيك. هلا اذا بدكم تحطوا مي كمان فيكم تحطوا مي، بس انا عم بشتغلها على طريقتي. هلا هيك نعجنهم لحتى ما يبقى عندي كباتيل بنوب. تبل اللحم، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، ومعلقة بهارات مشكل او 7 بهارات بيقولوا لها. هدول انا اللي بدي اياهم. هلا هون بعد ما دعكناهم صاروا تمام، نزلهم فوق اللحم وندعك اللحم. اذا بتتذكروا اكلة الداوود باشا قريبة منها تقريبا هي، بس مختلفة. طبعا نحن حطينا الداوود باشا هذيك المرة كمان خبز مشان تكون اللحمة رهفة ما تكون ناشفة. طبعا هذا الطبق انا اللي رح ساويه. بالمطاعم ببيعوه اقل شيء ب7 دولار. مثل ما حكينا انه هذا الصوص الدمجلاس كتير كتير مغذي، فنحن هي كمان الاولاد او الصغار اللي ما بيحبوا ياكلوا كذا بيحبوها الاكله هي. هلا هيك مجرد ما دعكت اللحمه بهالشكل هاد، باخذها شوي على البراد خليها تمسك حالها شوي لحتى كورها انا. هلا بعد 10 دقائق رح طالع اللحمه وارجع تبلها بالبصل. هي اللحمه بردت تمام، حطها هون هيك. جيب كمية البصل هي أنا برشتهم هيك. طبعا أنا ما حطيت البصل مشان ما يصنصل بالبراد. هلا هيك بدعكها بالبصل، قلبهم. هلا هيك بنساويهم مثل ما نحن هذيك المرة ساوينا داوود الباشا، بس أنا بدي قطعة أكبر شوي، ما بدي إياها صغيرة. طبعا أنا استعملت كيلو لحمة. هلا دهنة زيت هيك خفيفة، بنحط سفر الصينية بدهنها هيك، وبناخذ نكورهم بهالطريقة هي ونحطهم. بعد ما سويناهم بهالشكل هاد رح احطهم انا بالفرن درجة حرارة 200 شغلة 10 دقائق يعني. احطهم على الرف الثاني من فوق، طبعا شغال فوق وتحت. رح نشيك هلا على البطاطا شلون صارت. ناخذ شوكة نغرز الشوكة. خلاص تمام تمام. هلا بدنا نصفيهم، نطفي عليهم، بنصفيهم ونرجعهم على نفس الطنجرة. هلا هون نعطيهم. هلا القالب الزبدة هذا فيه 250 جرام، رح استعمل 100 جرام مع كاسة الحليب، وحط له شوية فلفل وفلفل أبيض وشوية ملح. هي هلا هون رح احط لي 100 جرام زبدة. هون استعمل شوية ملح لأن أنا حطيت لها ملح، يعني نص معلقة صغيرة ملح. هلا فلفل أسود ما رح احط، حط فلفل أبيض مشان ما اللون يتغير، نص معلقة صغيرة. هلا نفعصهم، خلي الزبدة تدوب فيهم بهالشكل هاد. بس هي البطاطا البوريه بس تندعك منيح
بنزل لها شوية الحليب. احيانا في ناس بتحط كريمة، انا ما بحط كريمة. طبعا كريمة هي كريمة الطبخ، ما بدي دسم البطاطا كثير، رح احط لها كاسة الحليب وبكفي يعني. بخلط هون ما في دعك، خلط هلا. هاي البطاطا البيوريه بيقولوا لها. طبعا انا ما حطيت فلفل اسود، اذا ملاحظين لون البطاطا ما تغير، بيعطي طعم الفلفل الابيض وبنفس الوقت ما بتغير اللون تبعها. هلا هيك جاهزة، بنقيمون هلا بنحطهم هون. بنجهز للصوص الدمجلاس. الدمجلاس نحن ساوينا بحلقات الماضية، هلا رح اسحبه من البراد واطبخه مع المكونات اللي نحن هون ذكرناها قدامكم. هلا بعد 8 دقايق رح نشيك عليه هون. يا سلام على هالروايح، عارفين هيك تمام. طبعا انا ما خليتها تستوي، وين لهون، انا ما خليتها تستوي 100%، يعني 80%، لان في عندي صوص الدمجلاس رح تغلي معه شوي، شغلة 10 دقائق او 5 دقائق بالكثير، مشان تاخذ اللحم ياخذ طعمة الصوص. هلا هون صوص الدمجلاس اللي نحن سويناه هذيك المرة ليكو مثل ما هو. هلا شو بدي اضيف له انا؟ مثلا ضيف له شوية خردل، تقريبا حسب الكمية اللي أنا بدي أشتغل فيها. هدول بيطلعوا معلقتين، معلقتين كبار بيطلعوا. وهون شي 3 معالق صويا صوص، هدول اللي بدي أضيفهم لصوص الدمجلاس. حرك هيك، حطهم على النار. هلا قبل ما ننزل اللحم، قبل ما انزل اللحم بدي ذوق الصوص. رح ندوق الصوص هلا. بده شوية ملح، يعني شي معلقة صغيرة أقل شوي. نحركهم هيك قوي شوي، لأنه بارد الصوص هيك شوي، يعني ما لازم يكون بارد الصوص وأنا أحط اللحم مشان ما يلدع معي الصوص. هيك خلصنا. بنستعمل كبجاية هلا مشان نشوف القوام تبع الصوص شلون بدي اياه. هذا هو القوام اللي انا بدي اياه. طبعا الكمية اللي انتم بدكم تشتغلوا عليها، مثلا يعني انا لما اقدم الصحن يكون عندي هالمكونات هدول جاهزين. كيف انا بدي اقدم الصحن؟ انا يفضل انه ما اقدمهم كلهم على طبق واحد، يفضل انه اقدمهم بصحون، يعني كل صحن بصحنه. انا لما بيكون عندي مثلا عزيمة 8 او 10 اشخاص، كل صحن بصحنه بقدمه. يعني هي الخدمة تبعها بتكون في اي بي، يعني انه حلوة بتكون احسن ما انا احطهم كلهم مثل ما هنن ويسكبوا منهم، بحيث انه انا عم اقدم الصحن يعني العين بتاكل. هذا الموضوع فينا نفرزه كمان، وهذا فينا نفرزه، بس الا البطاطا البوريه نحن بنشتغلها. البطاطا اذا فرزناها شو بصير فيها؟ بتمصل، ما عاد إلى طعمه، راحت طعمتها. يفضل انه نحن نساوي البطاطا فريش. هلا هون عندي غلس صوص. هلا رح نزل كمية اللحم يلي انا ساويتها، بدي نزلها كلها طبعا انا، لان نحن عنا شباب هون طيبة بتحب الاكل، فيا دوب يكفوهم. طبعا نحن ساوينا كيلو لحم هون، كيلو لحم بيعطي 20 وجبة. انا هذا الدهن ما بدي اياه. تحريكة هلا خفيفة، خليهم شغلة دقيقتين 3 حتى تتشرب اللحمة الصوص. وهلا صار وقت السكب، رح نفرجيكم شلون بنسكب الصحن. طبعا انا رح كتر الكمية شوي. هلا هن بالمطاعم ما بيحطوا هالكمية هي، بس انا مشان تظهر على الكاميرا فرجيكم شلون. طبعا هدول نعمل لهم هيك تمام. هلا بنجيب كرات اللحم، ناخد ونحط هيك على طرف الصحن. ناخد
بقدونس هذول مقطفهم بنحطهم هيك على البطاطس، وهيك طبقنا يكون جاهز. وهيك مثل ما شفتوا معي من اول فيديو لاخره شلون نحن سوينا هي الاكله طيبه كتير ومغذيه بشكل، وبتمنى تجربوها واكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه. وهلا صار وقت انه ندوق الشغل. بسم الله. شوف اللحمه شلون عم تنقسم بسهوله، انت عم تسن اسنانك مشان تجي تاكل، مو هيك؟ بسم الله. طعمه خرافيه، بتمنى تجربوها ودوقوها لاولادكم. وهلا كان معكم الشيف احمد مايسترو شيف.